مسلسل منتهي الصلاحية كانت توقعاتي ليه عالية لدرجة انك لو كنت سألتني قبل رمضان ايه المسلسل اللي انا متوقع يكون الحصان الاسود في الموسم، كان بنسبة كبيرة هقولك المسلسل ده. بس للأسف فرصة مهدرة ومحبط جدا على الرغم من بدايته القوية. السيناريو لمحمد هشام عبية هو أضعف نقطة في المسلسل، لأنه معرفش يعالج موضوع مهم زي المراهنات الإلكترونية بشكل درامي، وفشل انه يقسم احداثه. لان فعليا احنا لو جينا مسكنا السيناريو هنلاقي، يعني انا اسف في اللي انا هقوله ده، بس انت بتحبب الناس انها تجرب تراهن، وجيت في اخر 10 دقايق من الحلقة الاخيرة جبت لي مشهد لهبة مجدي بتديني الرسالة بشكل مباشر كأنك جايب لي المعلقة بتحطها في بقي. انا استفزيت جدا الصراحة، لان انا اكتر حاجة بكرهها في الافلام والمسلسلات الرسائل والمواعظ المباشرة اللي بتكون للمشاهد دايركت على طول كده. ده غير ان المسلسل فضل يمط في القصة ويدخلنا في خطوط ملهاش لازمة زي خط ياسمين الرئيس، واللي ده يا جماعة اسوأ اداء تمثيلي انا شفته لها، رغم ان انا الصراحة بحبها كممثلة. نفس الكلام على خط هبة مجدي وتامر نبيل، دول خطين انا مش مهتم خالص بيهم، ومع ذلك انت رحت مزود فيهم وجيت مع موضوعنا الاساسي عن المراهنات في الحلقة 13. بدل ما كنت تفرش مرحلة صعود أبطالنا، لا فجأة جبتلي شاشة مكتوب فيها بعد مرور شهرين. اللي هو يا نهار اسود، ده انت كنت المفروض، هو مش ده يا باشا سيناريو المسلسل ولا انا جاي غلط؟ ازاي تخش على مرحلة الهبوط كده؟ يعني انا شايف ان دي حاجة ما تطلعش من مؤلف دارس خالص. ولكن انا الصراحة وبالنسبة لي بشكل عام انا عايز اوصل ان صناع المسلسل، سواء المخرج تامر نادي او المؤلف محمد هشام عبية، دول للاسف مش دارسين هما بيتكلموا في ايه. دول حرفيا خدوا الفكرة من بوست على الفيسبوك من غير عمق ولا تقديم محترم على مستوى السيناريو. وده مش تقليل منهم، لان نفس الثنائي ده عمل السنة اللي فاتت مسلسل صلة رحم اللي عجب ناس كتير جدا اعرفها، بس انا للاسف لسه ما اتفرجتش عليه لغايه دلوقتي. الاداءات التمثيليه طبعا الافضل محمد فراج، مع اني شايف ان الدور ده للنسيان في مسيرته. وبعديه حسن مالك اللي فاجئني بقد ايه هو ممثل كويس، وكمان محمود الليثي على الرغم اني مش بحبه قوي، ولكن لازم اعترف انه عمل اداء جيد جدا. واخيرا سامي مغاوري. بالنسبه لي الرباعي دول هم الافضل تمثيليا. في بعض الاجتهادات على شويه على مستوى المونتاج، في موسيقى تصويريه حقيقي كويسه جدا، ولكن ده بالنسبه لي ما رفعش خالص من قيمه المسلسل، وبالنسبه لي محبط جدا، خاصه ان ده كان اكتر مسلسل من انا فعلا قلت هيبقى في التوب فايف، ولكن لا، ده من الأسوأ بالنسبة لي. تقييمي النهائي 5/10.